معرض كتير بقى في الخارج، في كندا ولبنان وايران. كل ده عن طريق يعني جمعيه رسام الكاريكاتير. بنشترك كل شهرين 3 في معرض مختلف. اشتركت مرتين، مره رسام كاريكاتير ومره تانية الواحد بيعيش فتره طويله بيكتشف نفسه. يعني انا نفسي اول ما ابتديت اشتغل بالنحت المجسم ده لقيت اللي انا ببص لنفسي مستغرب الكتله نفسها وانا بشكلها بايديا. تعبيرات الوش سهله، ما بجيتش صعوبه، لان رسم الكاريكاتير اصلا كان متورث معايا ومولود داخلي فنان نحات من غير ما اشعر. فالانسان مطالب ان هو كل فتره يبحث داخل ذاته ويبحث داخل وجدانه بحيث يخرج ما هو متاح بالنسبه له. مش لازم يبقى الواحد عايش مثلا مجرد ان هو، لا، لازم يطور من نفسه ولازم هو يجرب نفسه في كذا حاجه. يعني مثلا انا كرسام كاريكاتير ممكن ارسم بورتريهات، ممكن ارسم صور تعبيريه. فاتفاجئت بوجود الخامه بالنسبه لي دي سهلت لي حاجات كتير جدا، لان اكتشفت ان انا نحات، ونحات بيعبر باشكاله وبوجدانه من داخل الرسومات الكاريكاتيريه والتعبيريه اللي هي متاحه بالنسبه لي. يعني هو بيشيل مثلا هنا لو واحد كاريكاتير، لو واحد نحات عادي مش هيجيب الشكل ده كله. تعبيرات الوش وحركه رفعه اللي بيسموها الثقل بتاعه، وفي نفس الوقت بيضحك بابتسامه، يعني عامل فورمه، يعني مظبط نفسه وعامل فورمه. والشكل العام تحس ان هو مرسوم كاريكاتير مش منحوت كاريكاتير. يعني تحس فعلا ان هو ده فنان كاريكاتير اللي عامل ايه المنتج ده. وهنا واحد بيصطاد وتحس ان السمكه نفس الحكايه، حتى السمكه وهي بتصطاد فيها ابتسامه، فيها ضحكه. يعني حتى يعني في بعض الاعمال مش موجوده دلوقتي عندي، عامل عربيه كار. عربيه كار طبعا عارفين عرباجي بالعربيه الكار دي كلها عملتها. وشكل العرباجي هو قاعد زي ما كنت برسمه في الكرتون بالظبط الورقي. ابتديت اشتغل عليه وكان شايل بطيخات وحاجات بطيخه على العربيه الكار بتاعته وبصل وتوم. فالمنتج نفسه كان بيعبر عن نفسه. وساعات مثلا بعمل هنا بس حاجات طبعا بعيد عن التراث برضه. هنا واحد راكب عجله، ما حدش يصدق ان ده مثلا منتج نحت. يعني كل ده العجل نفسه سلك ومعمول مدعم بالصلصال ومدعم بعجينه الورق. والشخصيه نفسها يعتبر، يعني الواحد ما بيشوف اي لعبه ان شاء الله حتى لعبه بره وعجباني واستهوتني ابتدي اعبر عنها. يعني عامل في منتجات كتير عاملها. يعني الرقاصه دي مثلا عملت رقاصه كذا شكل. هنا المنتج نفسه اهو رقاصه، العمل الفني بالنسبه لي اهو. طبعا العمل الفني بيقعد فتره طويله لحد ما يبتدي يشتغل معايا كده. يعني التمثال زي ده بيقعد 3-4 ايام عما يبتدي يثبت ويقف على رجليه ويقف يشد نفسه. المنتج نفسه بيقعد فتره، لان طبعا الخامه طريه، ولو ما كانش في سلك ما كانش يساعد الخامه انها تقف على رجليها، تقف في المنظر ده. يعني الزرافه دي لسه مخلصها امبارح ولسه هتدين تاني، لانها بتحتاج دهانات كتير عشان تعظم وفي نفس الوقت متماسكه مع نفسها. عملت معرض كتير بقى في الخارج، في كندا ولبنان وايران. كل ده عن طريق يعني جمعيه رسام الكاريكاتير. بنشترك كل شهرين 3 في معارض مختلفه. فلسه كنا في معرض بتاع السفاره الهنديه مشتركين فيه مع نجيب محفوظ، وبنقدم شخصيه جائزه نوبل نجيب محفوظ. كان معرض عامل في وكاله تكيه نجيب محفوظ في تبع جمعيه الكاريكاتير، وشاركنا بيها. طبعا المنتج ده بالنسبه للاجانب والاطفال كمان. الاجانب والاطفال بيبقى الابهار عندهم يعني يفوق الوصف. يعني بحيث ان يعني لما يعرض المنتج قدامه تلاقي الابتسامه وتلاقي ترحيب جدا، بتدخل السرور جدا في وجدانهم. طموحاتي ان يعني الشغل بتاعي ده كناحيه فنيه يوصل كافلام كرتون للاطفال، شخصيات للاطفال، لاني بعمل شخصيات هنا كمان متحركه وحاجات متاحه بالنسبه لنا. هنا اهو حاجات دي كلها مجسمات متحركه. طبعا المنتج نفسه يعني في اوبشن زياده في الموضوع، لانه بيحرك بقه. الحاجات دي كلها
صعب العروسه نفسها تتحرك بالشكل ده. لا ده بقى مش خشب ده. وبعدين اللي بالخشب بيؤخذ عليه ان هو تعبيراته جد شويه، يقول ده وشه خشب، ده مصدر لنا الوش الخشب، ده بقى وش فوم مش وش خشب.